عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كمان مره، وحشتوني. ما تتصوروش انتوا وحشتوني قد ايه. بعد ما طلعت كده البنات المدرسه بالسلامه، ربنا معاهم يا رب. على الساعه 10 كده نزلت السوق، كنت عايزه شويه حاجات كده من السوق. حتى هتلاقوا المحلات لسه قافله، يعني معظم المحلات قافله. قلت اجيب يعني حاجتي كده وهم في المدرسه بسرعه قبل ما يجوا. يلا بينا نروح نجيب طلباتنا ونشوف جبنا ايه. يلا بينا. وكده رجعت البيت، ما عرفتش اصور بره لان كنت يعني مستعجله، عايزه اجيب الحاجات اللي انا محتاجاها بسرعه قبل ما البنات يعني يجوا من المدرسه. وحشني الكلام معاكم. ربنا كده يديمكم نعمه في حياتي ويكرمكم ويجبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده، ما ننساش طبعا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسونيش طبعا بلايكاتكم الجميله، ربنا يسعدكم يا رب. ولو انت بتتفرجي عليا ولسه ما عملتيش اشتراك في القناه، اعملي لي احلى اشتراك عشان عيلتي التانيه تكبر بيكي وتنور بيكي قلب اختك. جبت بقى الحاجات اللي محتاجاها. يلا بينا نشوف جبت ايه. يلا بينا. اول حاجه كده جبت عيش من الفرن. العيش طبعا سخن كده حاجه كده تفتح النفس. شايفين بقى العيش المصري بتاعنا، حاجه كده يعني بسم الله ما شاء الله. اول حاجه جبتها العيش. كنت محتاجه حاجه للبيت عايزه اشتريها. بحاول اطلع في النهار والبنات في المدرسه عشان بالليل ما فيش وقت، يعني الدروس بقى والمذاكره. عشان كده هم في المدرسه يعني بطلع في النهار اجيب طلباتي. جبت كمان من المطعم، يعني جبت عجينه طعميه وفول. بخليهم في الفريزر، بصراحه بحتاجهم في اي وقت بلاقيهم، يعني بخليهم في الفريزر وقت ما نحتاج نطلع منهم. جبت كمان طماطم من السوق، كنت محتاجاها اليومين دول. الطماطم تحفه في السوق، تحفه. يعني اللي عايزه تخزن طماطم وتخليها في الفريزر بسرعه روحي الحقي. طماطم اليومين دول في السوق زي العسل، مسكره وزي العسل وحمراء وجميله، عامله زي التفاح. يعني لو انت لسه ما خزنتيش طماطم اجري بسرعه، لان هي اليومين دول رخيصه وحلوه، عشان تلحقي تخزني كده شويه طماطم حلوين ينفعوك في رمضان، عشان رمضان خلاص على الابواب. كل سنه وانتم طيبين، يجي كده علينا بالخير والسعاده يا رب. وجبت كمان انا وجايه في طريقي بتنجان، عجبني كده حلو كده وينفعوا بصراحه. الحاجات دي لما بتبقى في التلاجة بينفعوا، احتجت في اي وقت بتطلع منهم. الحاجات دي محتاجاها للبيت، يعني نزلت عشانهم. من محل الرسلان هنا عندنا في أسوان، معروف طبعا ومشهور، بيبيع كمان بأسعار الجملة. أسعاره حلوة جدا. ده مش إعلان والله، بس يعني اللي يعني ساكن في أسوان هيعرف المحل ده بيبيع بأسعار الجملة. ده بيبيع مستلزمات الشخصية اللي هي ميك اب، حاجة شعر، منظفات، بامبرز، بأسعار الجملة. أول حاجة جبتها جبت حنة الضوافر. اشتريتها قبل كده وجربتها معاكم، بصراحة حلوة وعجبتني، عشان كده جبت منها تاني. العلبة كانت عاملة 15 جنيه بس جميلة وسوادها حلو. اسمها حنة جمانة لطلاق الأظافر. هتلاقوا المقطع هنا واقف شوية، معلش استحملوني. انا قلت لكم الفيديو اللي فات ان التليفون فيه مشكلة مش نافع يتصلح، وصلحته وبرضو هي المشكلة، هو عايز يتغير. والظروف مش مأمكنة اجيب واحد دلوقتي. يعني هتلاقوا فيه مقاطع يعني مش ثابته، وفي مقاطع كمان بتتحذف وحدها. سألت على التليفونات، قلت لكم الفيديو اللي فات اسعارها خرافيه، والظروف دلوقتي مش مستحمله اجيب تليفون. الحمد لله، ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى جميع الناس يا رب. كل اللي نفسها في حاجه يا رب ربنا يكرمها يا رب. جبت الشامبو الاطفال ده بديل جانسون، ده المصري، حلو بصراحه، اسمه نونو. طب حلو، انت عارفاه، انا جربته، يعني انا جربته حتى عملت الفيديو ده ومنتجته. حلو بصراحة. العلبة دي كانت عاملة 100 جنيه، في منها علبة صغننة معاها كمان عرض، يعني معاها زيت للأطفال. العرض كان عامل 75. أنا عشان عندي زيت للأطفال برضو مصري، عشان كده جبت ده بس شامبو بس. جبت اللوفة دي ليفة استحمام أطفال، حلوة جدا. السفنجة دي حلوة بصراحة، مجرباها من أيام ما بنتي كانت صغيرة، بنتي الكبيرة. حلوة جدا وحلوة على بشرة الأطفال. دي كانت عاملة 15 جنيه، مجرباها بصراحة وحلوة. لما يعني الأولاد عندي هم صغيرين كنت بجيبها لهم، عشان كده لما بجيبها لابني كمان حلوة. جبت كمان السترس. الشاطرة هتقول لي الفيديو ده ايه. الفيديو ده كان مفروض ينزل لكم قبل فيديو اللي هو تنظيف المطبخ وفرش المطبخ وكده. ان السترس ده كنت جايباه عشان انضف بيه الشفاط والمطبخ وكده، بس كان في مقاطع منه ممسوحه، وكنت مستنيه لما اودي التليفون للراجل يصلحها عشان يظهر. لما مش نافع يعني نزلتها لكم زي ما هو. هتلاقوا فيه حاجات ناقصه كتير.
حتى من ضمنهم هتلاقوا العلبه اللي انا حمام الكريم ده اللي جنبي هقول لكم عليه. السترس ده حلو جدا للدهون، لذات الدهون، وجميل بصراحه، وكمان حلو للمفروشات. انا عايزه اعمل بيه الانتريه، هجيب لي عبوه تاني عشان هو خلص. اللي شاف الفيديو بتاع تنظيف المطبخ هيعرف ان هو خلص. انا شفت شركه بتنظف الانتريهات بتستخدمه، قلت اجربه وهعمله معاكم وهنشوفوا عملي. العبوه دي كانت عامله 75 جنيه، دي كانت زمان عامله 35. الحمد لله على كل شيء. اللي جنب دي عبوه حمام الكريم، برضو هتلاقوا المقطع بتاع حمام الكريم اتمسح الحمد لله، كنت جايباه ب 85 جنيه. هنا بقى بعد ما غيرت هدومي، لان كنت جايه يعني بهدومي ما غيرتش، فضلت الحاجات اللي كنت جايباها بقى ودخلت عشان احضر الغدا بسرعه قبل ما الاولاد يجوا. انتي هتحضري غدا ايه؟ ما قلتيش. انا كنت المقطع ده كنت مطلعه اللي هنحضره للغدا، بس اتمسح الحمد لله، انا راضيه. دلوقتي بطحن الطماطم كده في الكبه وعليهم كده معلقتين صلصه كبار. الحمد لله انا راضيه. الحمد لله على كل شيء. اهم حاجه احنا كويسين، بس ادعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم انه ربنا كده يكرمني. ان يعني الحمد لله، يعني التليفون كده جاب اخره، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. دلوقتي بقى جبت الطاجن بقى الصعيدي الجميل يا سيدي، على جمال الاكل في الطاجن بالذات دلوقتي الشتاء. شويه بقى سبانخ بالصلصه بقى، شويه ملوخيه يا سيدي على الجمال، شويه باميه كده باللحمه يا سيدي، والله جوعت. قطعت كده بصلتين حلوين كده كبار، معاهم كده معلقه سمنه كبيره، معاهم شويه زيت، عشان ايه الاكله بتاعت النهارده دسمه شويه. بعد ما حمرت كده البصله كده وشوحنا البصله، نزلنا بالطماطم اللي ضربناها في الكبه، عليهم رشه سكر عشان الحموضه طبعا. انت ما قلتيش النهارده الغدا ايه؟ هنعمل مع بعض شويه طاجن لحمه راس بتاع الزمن الجميل، اللي هو بيدخل المعده كده يزغرط. انا كنت مصوراه انا وبغسل لحمه الراس وبسلقها معاكم، بس الحمد لله يعني التليفون يعني مسح المقاطع دي الحمد لله. غسلتها وسلقتها بقى في بصلايه، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود، رشه سكر كده عشان تبقى النسيره كده دايبه وزي السكر. بس ما ضفتش ملح عشان خاطر الملح هيعجل من سواها، وانا كنت مستعجله، قلت املحها في قلب الطاجن يعني لما تدخل كده مع الصلصه. بعد ما استوت هصفيها كده بالمصفايه كده زي ما شايفين، هطلعها كده بالمصفى وهنزلها على الصلصه بعد ما اتسبكت عشان تغلي كده مع الصلصه كده ويدخلوا كده في قلب بعض يا سيدي على الجمال. كانت ريحه الطاجن جايبه اخر الشارع. نديها كده تقليبه، ولا الطعم ما اقولكمش يا سيدي يا سيدي على الجمال، حاجه كده بتاعت الزمن الجميل بتاعت امهاتنا اللي هي ايه اكله الشتاء اللي تدفي. ننزل عليهم بقى بشويه الشوربه بتاعتهم، السكر يا سكر، حاجه كده يا سيدي يا سيدي على التكات والحركات. ايه الجمال ده. تعالي بقى نتبل ايه الصلصه عشان انا ما تبلتهاش. وهملح بقى اللحمه عشان طبعا انا ما ضفتش ملح في الشوربه. هننزل كده برشه فلفل اسود. تعملي جنبها رز ابيض، رز بالشعريه، رز حبه وحبه براحتك زي ما انتي حابه، عادي تاكليها بس بالعيش من غير رز، حلوه وزي العسل. هننزل كده بالملح بتاعنا، الملح مش كتير عشان ما حدش يقول لي انت نزلتي الملح كتير، لا هي الفتحه العلبه ضيقه، الفتحه ضيقه عشان كده. وانا ما ملحتش اللحمه في قلب الشوربه ولا ملحت الصلصه، عشان كده بنزل بالملح ايه بتاع الاكله. طبعا ايدك ميزان طبعا. تمام. انت ليه مقطعه لحمه الراس صغيره كده؟ انا بقطعها صغيره عشان الاولاد يعرفوا ياكلوها، تبقى ايه على قد اللقمه. حب ياكلوها كده على الرز، يعني ياخدوها كده على الرز تبقى على قد اللقمه، تبقى صغيره عشان يعرفوا الاولاد ياكلوها. ونقلب بقى الطاجن بتاعنا الخطير. ايه الجمال ده، ايه ده، ايه السكر ده، كانت ريحته والله جايبه اخر الشارع. والله كان نفسي اوديلكم لحد عندكم من جماله، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، بالف هنا وشفا. سيبها كده تغلي غلوتين عشان ايه الصلصه كده تدخل في قلب اللحمه كده، يعني ايه يشربوا من بعض. وبعد ما اديتها غلوتين كنت مقطعه كده فلفل حلقات، وهننزل كده على الوش الطاجن وعلى وشه كده كزبره ناشفه. ادخل بقى الطاجن كده في الفرن ياخد وش كده على الشوايه. كنت مصوره الطاجن لما طلع بقى من الشوايه يعني من الفرن، وشه جميل بقى ومبقبق كده وحاجه كده تفتح النفس. بس الحمد لله يعني اتمسح الحمد لله. تعال نشوف بقى اخر اليوم كان عندنا ايه. بالليل كان عندنا حنة بنوتة كده، عروسة جيراننا تحت البيت، ربنا يسعدها ويفرح قلبها ويكرمها كده بالذرية الصالحة. هي حنة وكاتبة كتاب، حتى هتلاقوا المأذون اهو قاعد تحت وهي الترابيزة والناس حواليه.
يفرح الناس كلها يا رب، وتفرحوا باولادكم، الفرحه حلوه، ربنا يفرح الناس كلها يا رب، وديم الفرح يا رب، ويسعدهم يا رب. ادعوا لي كتير بالله عليكم الفتره اللي جايه، لان كده قناتي وصفحتي على الفيسبوك ابتدوا كده في النازل، مش بنزل فيديوهات، التليفون انه باظ، وده شغل واكل عيشي، ربنا يوسع الجميع يا رب. مع اني جايباه من 3 سنين بس عشان طبعا ضغط عليه التصوير والمونتاج، كنت مصوره لكم فيديوهات حلوه الحمد لله. اسيبكم بقى في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.